بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم معايا في قناة اميرة الطبخ اسماء محروس. كل سنة وانتم طيبين. معايا النهاردة فيديو هدية لكل الناس اللي هي بتحب الاكل الحرش، الاكل الجميل. انا معايا النهاردة فشة وممبار، زي ما قلت لكم كده حاجة حرشة، وبنحب ناكلها من وقت للتاني كنوع من انواع التغيير. في الفيديو ده ان شاء الله هو يعتبر 2 فيديو في فيديو واحد: طريقة الممبار من الالف للياء وطريقة الفشة. هقولك ازاي تعمليهم بمنتهى السهولة والتوابل الأصلية وحاجة كده تفتح النفس على الآخر. يلا نبدأ بسم الله. أنا بدأت أول حاجة بالفشة. حطيت حلة على النار، فيها ورق لورا وفيها بصل، وممكن تضيفوا حبهان، بس أنا المية دي كده كده هغيرها. هخلي بس الفشة تاخد فيها غلوتين، زي ما انتوا شايفين كده بتغلي. لما بنحطها بتبقى الفشة مرفوعة كده لفوق، كام غلوة بس، فتبدأ تنزل تاني في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. ربع ساعة تغلي بس كويس. وبعد كده هبدأ ان انا اشيلها تاني من الحلة. انا بعمل كده علشان انضفها تماما من اي ريحة زفارة فيها او ريحة مش مستحبة. لكن لو سلقناها كده على طول ممكن نشم فيها في الاخر حاجة كده مش ظريفة يعني. فانا اديتها كده غلوتين في الحلة، وهبدأ بقى ان انا اشطفها. وكمان هغسل الحلة واشطفها كويس قوي، او زي ما انتم شايفين كده. حطيت فيها بقى بصل مقطع او جوانح، وطماطم قربع وورق لورا. هحط كمان رشة حبهان، وادي الفشة هرجعها تاني بعد ما اديتها شطفة سريعة كده. الحركة دي بقى خلاص احنا كده غسلناها ونضفناها وغيرنا المية. هتشمي بقى من ريحة سلق الفشة ريحة حلوة جدا، ريحة تحفة. ما فيهاش اي زفارة ولا اي حاجة خالص، ريحة جميلة حقيقي يعني هتفتح النفس. هتاخد غلوتين على النار. ضيف لها بقى مطيبات، هضيف لها ملح، وهضيف لها رشة فلفل اسود كمان انا ضفت لها رشة من الحبهان البودر، او ممكن كمان نحط لها فصوص حبهان عادي. هسيبها بقى تستوي خالص براحتها. شايفين بقى المية لما غليت في الحلة التانية النضيفة؟ مفيش فيه اي ريم اتكون زي الحلة الاولانية كده، اول لما حطيناها عملت ريم جامد. الحلة نضيفة جميلة جدا زي الفل، الفشة فيها. هوطي عليها النار لغاية ما تستوي خالص، وهنا بقى خلاص. طبعا بعرف من لونها لما بتستوي، وكمان ممكن نختبر سواها بسكينة او بحاجة. وانا بشيل اهوت الفشه. الميه اللي انا سالقه فيها نظيفه جدا زي الفل، وريحتها حلوه قوي، مفيهاش ريم ولا فيها اي حاجه معكره. الفشه دي بقى انا هقطعها، انا بسلقها طبعا سليمه، وببدا اقطعها شرايح كده تكون يعني عريضه شويه زي ما انتم شايفين. في طاسه على النار فيها معلقتين من السمنه البلدي، ونبدا ننزل بالشرايح بعد ما قطعنا الفشه شرايح. يا دوبك بس بتشم النار بتاخد لون، وخلاص يبقى هي كده خلاص، هي اصلا مستويه بس بنديها تحمير. شايفين بقى اللون طالع احمر كده وجميل ازاي؟ وطبعا الريحه معبيه المكان، ريحتها نظيفه وحلوه جدا. خدوا بالكم من التكات دي كويس قوي في سلق الفشه، علشان تحصلوا على فشه جميله من غير اي ريحه، بالعكس بتبقى ريحتها حلوه جدا. هنديها بقى رشه ملح كده وفلفل اسود على الطاسه. لو لاحظنا ان الطاسه بدات تنشف من تحت برضو بنزود لها شويه سمنه صغيرين كده شويه بشويه. شايفين بقى اللون كله لون موحد، لون السمنة مخلية لونها كده جميل، وريحتها طبعا حلوة جدا. دي مع سندوتش بقى وعود بقدونس كده وطبق سلطة وشوية طحينة، وايه بقى بالألف هنا وشفا. شايفين بقى موجودة في الماسك ازاي طرية جدا وحلوة قوي ومستوية وزي الفل. كده انا خلصت الفشة او الجزء الخاص بالفشة، ونخش بقى على الممبار. طبعا انا معايا على حسب الممبار، كمية الرز دي حوالي كيلو، انا هعمل كيلو ممبار. وضفت عليه بصل مفروم، ضفت عليه كمان توم مفروم، وطماطم. انا مش بحطها، مش بسبكها على النار، انا يا دوبك بس بضربها في الكبه كده وانزلها. وخضار مشكل. وكمان معايا التوابل بتاعتها ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون فقط. مش بحط، احب احط اضافات كتيره تغير من طعم الممبار. هنحط كمان شويه زيت كويسين كده علشان الرز بتاع الممبار ما يبقاش معجن جوه الممبار، يبقى مفرفر كده وجميل.
اهم حاجة واللي بتميز الممبار الشطة. الشطة دي شطة سوداني، شطة حارة جدا. وكمان انا من عشاق الاكل السبايسي، مش بكتفي بالشطة الناعمة، ده كمان شطة قرون. وانا يعني فركتها كده بايديا عشان دي تبقى قطع. طبعا هي قطع ومعاها الحبوب بتاعتها، فمخليه الممبار مشطشط جدا. خدوا بالكم يا جماعة، اللي مش بيحب الممبار الحار ما يحطش شطة كتير. هضيف كمان بقى شوية من معجون الصلصة علشان تخلي الخلطة كده لونها احمر وجميل. طبعا انا حاطه خضره مشكله زيها زي خضره المحشي بالظبط، كزبره وبقدونس وشبت. ده بقى الممبار، انا شارياه متنضف جاهز ومقلوب. غسلته ونقعته بالدقيق كويس جدا، الدقيق بينضف اي شوائب فيه، والليمون. قطعته قطع كده على قد الصباع، وشطفته كويس جدا وجففته تماما من الميه علشان ما يبقاش فيه اي زفاره. مهم قوي قوي نظافه الممبار قبل ما نبدا فيه. انا جهزت كده معايا الخلطه، ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم على الحشو. في ناس بيستخدموا القمع في حشو الممبار، بس ده ممبار بقري بيبقى سمكه كويس، يعني يسمح لي ان انا احشيه كده عادي من غير استخدم ايديا، من غير قمع ولا حاجه. انا بستخدم القمع بس في حاله الممبار الضاني لانه بيبقى ضيق قوي. نبدا بقى ننزل الرز واحده واحده كده. اهم حاجه في حشو الممبار ان احنا ما نزودش قوي الحشو فيه، علشان الممبار نفسه وهو بيتسلق ما ينفجرش يعني او يفتح مننا. وطبعا لان هو الممبار بيبقى حساس جدا جدا، اي حاجه ممكن تقطعه. وبكده طبعا ايه هنخسره، ونبص نلاقي الحله اتملت رز وخسرنا صباع ممبار، وده شيء مش لطيف يعني. نبدا كده زي ما قلت نحشي واحده واحده من فوق ومن تحت، وبعد كده ما نزودش اول معيار. على فكرة انا بحشي اسرع من كده، بس هو الجوانتي يعني مقيدني. خلاص بقى انا حشيت الممبار، ونبدأ نضغط عليه علشان نوزع كويس قوي الرز في كل مكان. على فكرة الممبار من الحاجات السهلة قوي، في ناس كتير بيستصعبوه. زي ما قلت لكم كده، الممبار البقري بيبقى سهل جدا في الحشو، لانه زي ما انتم شايفين هو نوعا ما بيبقى كبير، مش زي الممبار الضاني. نبدأ نضغط بقى ونوزع الرز كويس قوي. هضيف بس شوية كمان. طبعا لما بنحس ان الممبار مش معبي الصباع كله طبعا بنزوده، انا بس بقول ما تكتروش علشان هو يستوي براحته في الحله، وكمان ما الصباع ما يتقطعش. على فكره كمان الممبار من الحاجات اللي ممكن تتخزن. احنا ممكن نجهزه ونسلقه ونشيله في الفريزر جاهز بس على القليه. يعني ممكن نعمل كميه مثلا ونشيلها كده بنسحب منه وقت ما نحتاج. تمام، انا مش هزود خالص بقى، زي ما انتوا شايفين كده. الصباع اتحشى حشو كده مناسب. مش هكتر عليه علشان يستوي براحته. هضغط بس عليه كده علشان يتوزع كويس. هنضفه بقى من اي بواقي رز واشيله، وبعد كده هاخد غيره. ده كمان مرة صباع تاني اهو للحشو. على طول في ثواني الصباع اللي بيتحشي وبيبقى ايه ممتاز. تمام. برضو ما كترتش وسويته كويس قوي، ونزلت الزيادات اللي بتبقى من بره منه. ودي بقى الكمية كلها بعد ما حشيتها، ما اخدتش وقت معايا خالص. بنضفها كويس من بواقي الرز علشان مش عايزة رز يتبقى لي في الحلة كده كتير. على النار انا مجهزة حلة فيها مية سخنة تغلي. وهنبدأ بقى ننزل مع بعض واحدة واحدة الممبار للحلة. طبعا هو الحلة مش محتاج ان انا احط فيها اي اضافات تانية. واخدين بالكم كده انا لما بحط الممبار في المية المغلية، آم، اللي هو مقدمة الممبار واخره كده بيضموا كده على بعض، والممبار بيقفل، فهو بيستوي كده. شايفين البابلز اللي بتطلع دي؟ اول ما بحطه كده بيقفل على بعضيه. انا حطيت الكميه كلها، وكمان راعيت ان انا اختار حله تكون كبيره، مقاسها كبير نوعا ما، علشان مش عايزه حله صغيره احط فيها الممبار كله مع بعضيها، فممكن كده يعجن مع بعضيه او ممكن يعني يتقطع. هيغلي بس على النار حوالي ربع ساعه، ونوطي عليه النار خالص تلت او نص ساعه لما يستوي. يستوي كده على نار هاديه. هو كده تمام استوى بقى زي الفل. عايزه اوريكم بس ان مفيش ولا واحده في الحله اتقطعت.
الممبار كله ما شاء الله سليم وزي الفل، مستوي وحلو قوي. ودي المرحله اللي بقول لكم عليها، ممكن نجهزه ونشيله في الفريزر ونخرجه يكون مستوي على التحمير بس. شايفين اولا ريحته جميله، وزي ما قلت انا مش محتاجه احط في الحله اي حاجه، ممكن نحط بصل بس ورق لورا، لان هو كله طيب وريحته جميله جدا من الخلطه بتاعته، ومش محتاج اي اضافات او طعم زياده. انا بوريكم الحله لغايه اخر صباع بخرجه، مفيش ولا رز طبعا خرج منه ولا اي حاجه، وزي الفل. هنبدا بقى نحمره على النار، طاسه نحط فيها زيت. اول لما الزيت يسخن هنبدا بقى ننزل وحدات الممبار كده واحده واحده، هتاخد التحميره، وعلى حسب التحميرة اللي انتوا بتفضلوها هتحمروه. في ناس بتفضل الممبار يكون يعني لونه ذهبي، لكن انا بفضله اللي هو اللون الاحمر الغامق شوية، ده يبقى يعني اقرب للقرمشة. هو مش بيقعد كتير على النار، يا دوبك بس مفيش كده اقل من نص دقيقة او اقل كمان، ونبدأ ان احنا نرفعه الناحية التانية كده نقلبه. هو هنا اخد اللون الذهبي، هقلبه كمان تقليبة لما ياخد اللون الاحمر المحمر كده الجميل ده. نبدأ بقى نقلبه. مهم قوي ان انا قبل ما انزل الممبار في الزيت ان انا انضفه لو في اي حباية رز موجودة فيه ولا حاجة، لان الزيت حساس جدا وبيبقى بيغلي، فمش عايزة تحصل لا قدر الله اي حاجة مش كويسة والرز ده يفضل يطرقع كده ويأذي اللي بيحمر الممبار، فناخد بالنا كويس قوي. ده بقى اللون المطلوب، اللون الجميل. شايفين الممبرايه مقرمشه ازاي وتحفه جدا، الحتت اللي هي بتبقى على الحرف دي الحروف بتاعته بتبقى مقرمشه قوي واخر طعم. هبدأ بقى اشيله واعمل بقية الكمية. على فكرة وصفة سهلة، مش زي ما في ناس كتيرة بيستصعبوها ويشتروه من بره. وبصراحة الحاجة دي من بره والله يعني انا شايفة ان هي بيبقى طعمها مش حلو خالص. يعني الممبار بالذات في ناس كده بيبيعوه بيبقى جاهز على الآلية، ولا في توابل ولا في بهارات، بيبقى طعمه كده مش ظريف. ودي الصورة بقى بعد ما قدمت الصنفين مع بعض، الممبار والفشة، واديتهم جرنش بسيط كده بشوية بقدونس. عايزه اقول لكم تحفه جدا، والطعم جميل، والنظافه والتوفير، وقولوا زي ما تقولوا بقى عن الجمال والحلاوه. يعني وصفه حلوه قوي وسهله وما اخدتش معايا اي وقت خالص. شايفين لون الممبار لون جميل بعد ما خرجناه بالزيت، ده لونه حلو قوي، بيبقى ده انسب لون فعلا، يعني يعني ما تخلوش افتح من كده. الفشه طريه وطعمها حلو قوي، وكانت بصراحه اكله جميله. انا هنا فتحت لكم صباع ممبار، عايزه اوريكم قد ايه اللون من جوه حلو قوي، وكمان ريحه الخلطه جميله، والرز ما شاء الله مفلفل جدا، مفيش ولا حبايه لازقه ولا معجنه. لو عجبكم فيديو النهارده يا ريت لايك عليه واشتراك للقناه، واشوفكم في وصفات تانية جديده. باي باي.